الهجوم على المدير الفني لنادي الزمالك فيريرا والتشكيك في صفقات نادي الزمالك فجأة كده وبدون أي مقدمات. الإعلام والسوشيال ميديا كلها بعد انتهاء مباراة الزمالك ووادي دجلة بهزيمة الزمالك من وادي دجلة 2-1 كله بيتكلم إن فيريرا لا يصلح للإدارة الفنية لنادي الزمالك، وإن صفقات نادي الزمالك ما قدمتش المردود اللي المفروض كانت تقدمه في الفترة الحالية. في الناحية التانية النادي الأهلي بيمر بكوارث كتير، وناس كانت بتشكك في الكلام اللي احنا كنا بنقوله بس حصل على أرض الواقع اهو. النادي الأهلي بيغير مدير فني، النادي الأهلي بيغير في الجهاز الإداري والجهاز الفني، النادي الأهلي بيحط كل صفقة وكل لاعب في الحجم الطبيعي بعد ما كانوا بيلمعوهم كلهم في الإعلام. نادي الزمالك اللي ماشي بخطى ثابتة من بداية الاستقرار الفني والإداري في نادي الزمالك وبيقدم النتائج الطبيعية للظروف اللي هو بيمر بيها في الوقت الحالي. خوان ألفينا من أفضل الصفقات اللي دخلت الكرة المصرية، شوكوبانزا من أفضل الصفقات اللي دخلت الكرة المصرية. أما بالنسبة للمدير الفني فالمدير الفني المفروض إن هو بيختار الصفقات بتاعته. طب بالنسبة إن المدير الفني ما اختارش الصفقات بتاعته بيعمل فترة إعداد قبل بداية الموسم، إنما فيريرا مع نادي الزمالك وصفقات نادي الزمالك كل ده اتجمع في أسبوع واحد قبل بداية الموسم الجديد. معنى كده ان الموسم الجديد لفيريرا ونادي الزمالك وصفقات نادي الزمالك هيكون هو فترة الاعداد. المدير الفني لسه ما عرفش معظم اللعيبه اللي معاه، او ما عرفش اللعيبه اللي معاه ما عرفش امكانياتها، لسه ما وصلش لمرحله ان هو يحدد اماكنهم في الملعب وامكانياتهم عامله ازاي. اول مباراه في الموسم الجديد لنادي الزمالك قدام سيراميكا كليوباترا كله بقى بيتكلم على صفقات نادي الزمالك والمدير الفني لنادي الزمالك بسبب الفوز على سيراميكا في كليوباترا اداء ونتيجه. تاني مباراه المقاولين العرب وتعادل الزمالك مع المقاولين العرب كل الاعلام بدأ يشكك في المدير الفني لنادي الزمالك وما يتكلمش على صفقات نادي الزمالك. المباراة الثالثة الزمالك يفوز بأداء ونتيجة ويتصدر ترتيب الدوري المصري، الإعلام كله يشيد بالمدير الفني وصفقات نادي الزمالك. أما مباراة الزمالك ووادي دجلة اللي لها حسابات تانية خالص ومن بعدها وبدأ التشكيك في المدير الفني والصفقات بتاعت نادي الزمالك، مش مجرد المدير الفني فيريرا بس ولا الصفقات بس. بعد مباراة وادي دجلة بدأ التشكيك في أفضل الصفقات اللي دخلت الكرة المصرية، شوكوبانزا، عدي الدباغ، وخوان ألفينا، والمدير الفني فريرا، وجون أدوارد كمان معاهم. طب بالنسبة لمباراة وادي دجلة وعلاقتها مع المدير الفني فيريرا، وادي دجلة من أفضل الأندية في مصر اللي بتلعب كرة حرفيا استلام وتسليم، وده مش موجود في معظم اللاعيبة في الكرة المصرية. انتشار في الملعب وده مش موجود في معظم اللاعيبة في الكرة المصرية. استحواذ على الكرة وده برضه مش موجود في معظم الفرق في الكرة المصرية. بس مباراة الزمالك كان لها ظروف خاصة جدا بسبب الزمالك كان داخل المباراة من غير نص ملعب دفاعي، غياب محمد شحاتة ودونجا الاتنين اللي بيلعبوا في نص ملعب نادي الزمالك وملهمش بديل. المدير الفني هيعمل ايه؟ اما بالنسبة للكوارث الدفاعية اللي حصلت في المباراة، التغطية الدفاعية بتاعت محمود حمدي الونش وحسام عبد المجيد كارثة من كوارث الدفاع، وده طبعا مش اول مرة نتكلم عليها. كل الاهداف اللي دخلت في نادي الزمالك الفترة الاخيرة في وجود حسام عبد المجيد ومحمود حمدي الونش كانت كوارث دفاعية بسبب اخطاء الاتنين اللاعبة دول. المدير الفني هيعمل ايه؟ حسام عبد المجيد ومحمود حمدي الونش مش بيعرفوا يعملوا تغطية دفاعية، مش بيعرفوا يلعبوا في الالتحامات الهوائية، وكارثة من كوارث الدفاع في الكور الثابتة. طب بالنسبة للمدير الفني فيريرا علاقته بالاتنين اللاعبة دول ايه؟ وهو جه عليهم وهم موجودين في نادي الزمالك؟ ده غير استهتار ناصر ماهر اللي ضيع تعزيز الفوز في نادي الزمالك. اما بالنسبة لاستهتار احمد فتوح فطبعا جمهور الزمالك اتعود عليه ومش عارف احمد فتوح ده ماسك زل على نادي الزمالك ولا ايه بالظبط.